ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. كلامنا النهارده عن باترون التابستري. بشتغله ازاي؟ بعمل ايه؟ هل يا ترى ينفع معايا في الكروشيه التونسي؟ ايه اللي ممكن يدخل فيه باترون التابستري غير الكروشيه التونسي؟ كل ده هنعرفه في الفيديو تبعنا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعرف يعني ايه باترون تابستري. باترون التابستري من اميز الحاجات الموجوده في عالم الكروشيه والتطريز. يعني باترون التابستري بيدخل معايا برضو لعالم التطريز. يعني ايه الكلام ده؟ ايه رايكم نعرف يعني ايه الاول الباترون وشكله عامل ازاي؟ دي اشكال باترون التابستري سواء بقى ابيض واسود او الوان. وهي مفيده في ايه؟ هقولك حالا. الغرز اللي بنبتدي بيها هي بتكون عدد المربعات اللي انتي شايفاها حاليا، سواء عرض او طول. بتلاقي كل مربع مظلل بلون معين او ابيض واسود. اللون ده طبعا تبعا لعدد معين. الاعداد دي بتكون تبعا للباترون. يعني ببتدي مثلا ب20 او 40 سلسلة. انا عرفت منين الكلام ده؟ عرفت من الباترون ان هبتدي ب20 او 40 سلسلة. ببتدي طبعا ازود عليهم لو حابة ان الباترون ده يكون لي حواف. يعني ايه حواف؟ يعني اعتبر الباترون ده مثلا بورتريه. البورتريه دوت كصورة كده، مش بيكون ليها اطار، نفس النظام. فالاطار ده انا اللي بعمله وانا شغالة. فببتدي بعدد سلاسل قبل الباترون، كذا صف. بيكون مثلا هسيب من الباترون سلسلتين مثلا او 4 سلاسل قبل ما ابتدي، و4 سلاسل في نهاية الباترون من الجوانب، وطبعا صفين 3 قبل الباترون، ونفس النظام بعد ما خلصت. فبعمل البرواز بتاعي وانا شغالة في الباترون. عدد السلاسل ده هو اللي بيحدد لي الغرزة بتاعتي، بس ده لو الباترون بورتريه. انما لو الباترون هو نقشة بلوفر او نقشة كوفية او كده، وطبعا عايزة الكوفية مثلا تكون 30 سنتي او عرض البلوفر ده مثلا 60 سنتي، فالباترون ممكن ما يوفرليش الموضوع ده. فببتدي اعمل حاجة اسمها دمج. يعني ايه دمج؟ يعني بدمج القطعة بتاعة الباترون، بصوره او بمسك ورقة او قلم اللي هي مربعات زي ما انت شايفاها دلوقتي، وببتدي ارسم عليها الباترون. ولكن من الافضل ان انا اصور الباترون حوالي 4-5 نسخ، وابتدي ان انا اجمعه جنب بعضه كده وافهم الباترون بتاعي ماشي ازاي، واروح ملزقاهم. وممكن تصوريهم مرة تانية او ان انتي تستخدميهم على كده وتبتدي تعملي القطعة بتاعتك بكل راحة. طبعا باترونات التابستري بيجي منها الوان كتيرة واشكال ياما، وكل شكل بيكون الباترون بتاعه ليه درجات الالوان. طبعا عشان ارسم بالتابستري سواء بقى تريكو، كروشيه، كلام من ده، كل درجة لون بتكون ليها رقم. فالباترون الصح بتلاقي الارقام دي موجودة في الباترون الاساسي. بيقولك ان دي درجة الاصفر رقم كذا، او درجة الاحمر رقم كذا. وبتلاقي كمان احيانا في جوه المربع عاطي للون. لو الباترون التابستري كتير قوي فبتلاقيه عاطي جوه المربع نفسه رقم. يعني مش بس درجة الاصفر ممكن ان انت ما تشوفيهاش، لا، انت بتبقي مثلا باصه على المربع مثلا في نص الباترون، وممكن الدرجة تكون باهتة او مش بارزة بالنسبة لك، فبتلاقي مثلا رقم 5. رقم 5 ده مثلا بيرمز في الباترون من فوق لرقم اللون. فكده انت بتكوني فهمتي وطلعتي البورتريه بتاعك بالتكة. ولذلك الناس اللي هي بتدخل صورها الشخصية على مواقع وبتلاقي ان الصورة مش واو، الصورة بتكون واقعة بسبب الالوان، تشبع اللون. لو اللون ده مش متشبع بكفاية والصورة مثلا قديمة او كده، فبتطلعي شوية صورة باهتة. فلما تيجي تدوري على الوان تناسب الصورة بتلاقيكي مرسمتيش بشغلك الباترون حلو، كأن انتي الخطأ من عندك. هو الخطأ من الصورة في الاساس، ان هي مش مظبطة قوي او قديمة بكفاية، فما طلعتليش باترون واو. فهماني؟ فطبعا لما يجي يديكي درجات الوان هتلاقيها درجات صعبة. بعض الشركات بتعمل الالوان دي وبتبتدي توفر لك الصورة ودرجات الالوان معاها على اساس ان هي تسهل عليكي الشغل. فبتطلبي منهم البورتريه كصورة بالمقاس اللي انت عايزاه، هما بيوفروه، وكمان بيوفروا لك معاه الخيط اللي انت هتستهلكيه بدرجات الالوان. ولكن اكتر حاجة في الشركات دي متوفر للناس اللي بتعمل تطريز، مش الناس اللي بتشتغل تابستري شنط او كروشيه بصفة عامة، سواء تونسي او عادي او حتى تريكو.
شوية احنا بنحتار في عالم الالوان، وبنزلك بنختار باترونات بسيطة الوانها معروفة، يعني مثلا احمر اصفر مش عارف ايه، بس مش فيها تفاصيل رهيبة، على اساس يطلع معايا الشغل توب قوي. كمان حاجة، لو هتنفذي الباترون البلوفر، الحاجات اللي انت شايفاها في الظهر دي شيء اساسي جدا وموجودة في كل الحاجات اللي فيها تابستري تونسي او تريكو. ولكن الظهر الصورة اللي زي ما انتم شايفين كده هتحصل معاكي لو انت بتسحبي مش بتوقعي الصف بطريقة مظبوطة، فبتلاقي منعكش كده من ورا، بيتدرى بقماش الفازلين اللي هو بيتكوي. فعادي جدا ان انت تحطيه تعمليه في شنطة وتعملي الحركة دي، ومع البطانة مش هيحصل اي حاجة للشنطة. ولكن لو بلوفر لازم تتبعي الطريقة الصح في السحب، على اساس ميطلعش معاكي فتل كتيرة. وطبعا تستخدمي الخيط الصح على اساس ان انتي ما تتبهدليش طول ما انتي شغالة تتجاوزي خيوط او تشتغلي فوق خيوط تانية. وبس، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة.